الجزائري والسويدي. المنتخب السويدي اختبار صعب واختبار حقيقي وجدي للمنتخب الوطني. الخضر طبعا متعودون على ردة الفعل في المباريات الكبيرة وعلى إعادة الاعتبار في وراء وخلف كل نكسة إن صح التعبير طبعا، وخلف كل تعثر. هذا ما نتطلع إليه ونترقبه ونتمناه في مباراة اليوم. أقول اختبار صعب لأن منتخب السويد طبعا منتخب له 12 مشاركة مونديالية، 7 مشاركات في الأورو، نهائي 58 في المونديال ونصف نهائي 92 في الأورو. طبعا منتخب من العيار الثقيل نقولها ونعيدها. المنتخب الوطني الجزائري اليوم كما نشاهد بقيادة القائد رياض محرز وصانع الألعاب والمايسترو استفاد من عودة حارس عارمه رئيس وهب بولحي ومن عودة ظهيره الأيسر رامي بن سبعيني. إذن التشكيلة التي تغيرت بمعدل يقوده إسكاس إسبن والجرح لم يندمل بعد. العاصمة كوبنهاغ تلعب الكرة مباشرة للبحث عن المنتخب السويدي، تلعب في القائم الأول. الدفاع يدخل لجوستافسون حذاري والكرة مباشرة إلى الركنية الأولى في المباراة وللمنتخب السويدي. انتقل بليلي سليماني أول محاولة، يا سلام، أول محاولة جديدة، يلا التسديد، الدخول بالمنطقة، يا سلام، سحرية. محرز يلعب الكرة، الدفاع يخرجها. الضغط متواصل من الدول الاعتماد على التمريرة ولكن الدفاع أفضلية في هذه اللحظات. الكرة هنا مباشرة البحث عن التوزيع، يتمكن من توزيع الكرة إلى هزيج وتشجيعات الملك. هنا الانطلاقة، هنا اللعبة، الكرة ثابتة. الحكم يقول ما فيش مخالفة، الحكم يقول العب وما كنت متوقع طبعا. الكرة رامي يبحث، ينتظر طلب الكرة لمحرز، كرة إيميل هول منطلقة، يا سلام، ممتاز رايس، ردة فعل رائعة، ردة كرة حذاري من هذه الكرة لحسن الحظ. التركيز يغيب عن ايميل بليلي، انطلق، يلا المراوغة، يلا التسديدة، يبحث عن التوزيعة حاضرة وموجودة مباشرة. بليلي يبحث عن التوزيعة ولكن في الجانب الايسر. تبقى المبادرة من جانب منتخب السويد على مرتين، يا سلام، على مرتين. عيسى بروعة توصل الكرة، محاولة الشباك تهتز للمرة الأولى. تلعب الكرة مباشرة من هناك لأرسن ولكن موجود أحمد طوبة. رامي بن سبعين خطأ كل حكام المباراة. ماذا هناك؟ البطاقة تنسن، التوزيعة موجودة، واتسون الدخول بالكرة، يا سلام، السلام، لكن زي سلام لمحرز، يلا سليماني، ونتطلع حذاري ترجع لي سفانبيرغ، ركلة جزاء. حكم المباراة يمنح ركلة جزاء، حكم المباراة يمنح ركلة جزاء، ما يترددش مطلقا حينما يكون القرار في صالح منتخب السويد. قدم لتنفيذ الركلة، هدف أول لمنتخب السويد، هدف أول في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول من هذه المباراة. هدف أول نصفه بالأبيض صراحة، هدف من ركلة جزاء خيالية، بركلة جزاء خيالية. إيميل فورسبرغ ينهي المرحلة الأولى ب1-0 لمنتخب السويد على حساب منتخبنا الوطني الجزائري. مشاهدينا الأفاضل، متابعينا الكرام، ألقاكم بحول الله. الخطأ من أحمد طوبة، الخطأ من أحمد طوبة، الخطأ القاتل من أحمد طوبة، الخطأ القاتل من أحمد طوبة مجانا. هدية حقيقة، هدية حقيقية منحها أحمد طوبة للمنتخب السويدي. 2-0 للمنتخب السويدي. مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني تمكن جوي كيرسن من تسجيل الهدف الثاني. هنا الرقابة، شوف أحمد طوبة، أحمد يا طوبة، هدف قاتل أو خطأ قاتل لأحمد طوبة، والذي سجل هو كرايسون فيكتور لاعب كوبنهاغن الدنماركي اثر انفراده بالحارس رئيس وهب بولحي. 2-0. ولا يلا بلايلي، يلا راوغ الأول، الحكم يقول واصل اللعب، الحكم يقول واصل اللعب، وانطلاقه لصالح. نشوف السهولة اللي يوجدوها عناصر منتخب السويد. تسجيل المنتخب السويدي للهدف الثاني. رامي الزروقي، البحث عن محرز، جميلة من بلايلي، دخل في العمق نوعا ما. بلايلي يبحث عن التوزيع، بلايلي
والكرة سهلة، سهل المرور هنا، حذاري من هذه الكرة. النصر من جديد، يلا بالنصر، التوزيعة موجودة ولا يتوغل داخل المنطقة ولكن من دون تركيز الأمام عن طريق كيرسن. مبولحي حاضر، مبولحي أفضل العناصر من جانب الكرة. دخل بالكرة، ما فيش خطأ يقول حكم المباراة، ودخول كذلك دفاعا وهجوما، والخطر عن طريق المراوغة والدخول بهذه الكرة، ولكن أقل من الصفر. ماركوس حاولت الدخول، الخطورة التسديدة ولكن بها بالنصر، التوزيعة موجودة. دفاع إخريس عنده الكرة، يلا مهدي لريس. بالناصر برجله اليمنى، بالناصر باليمنى كيز ضروري. بالعاقب ولحسن 70 من زمن المباراة في القائمة الثاني. الأخطاء، حذاري هنا الأخطاء. لحسن الحظ، التغطية انها مهمة، مباراة ودية صحيح ولكنها مهمة بالمراوغة. يلا ممتازة، هايلة من سعيد، هايلة 80. سويد البحث عن العمق، عمورة